بنت مدينة قوس بصعيد مصر التي علمت الشعب السويسري الرقي والتحضر. في القرن الثالث الميلادي ذهبت الفتاة فيرنا المصرية بقنا بصعيد مصر مع كتيبة حربية مؤلفة من 6600 جندي مصري لأوروبا باستدعاء من الإمبراطور الروماني لمساعدته في الحرب. وكانت فيرنا بنت الصعيد طبيبة ماهرة، وأسست عام 330 ميلادية أول ما يعرف بالقافلة الطبية مع فتيات من عمرها. تم قتل الجنود المصريين، وهربت فيرنا مع الفتيات المصريات إلى جبال سويسرا، ووجدت السويسريين عبارة عن برابرة يعيشون حياة همجية، فعلمتهم النظافة الشخصية، وعلمتهم أنه من شروط الإنجاب يجب الزواج أولا، وعلمتهم الاتيكيت، وعلمتهم كيف يعيشوا حياة متحضرة مثلما يعيش المصريين في ذلك الوقت في الصعيد. اليوم سويسرا أرقى شعوب الأرض تحتفل بفيرنا المصرية بنت الصعيد سنويا في شهر سبتمبر من كل عام بأنها السيدة التي علمتهم كيف تكون الحياة وكيف يكون الإنسان راقي متحضر. والشعب السويسري كله يدين بفضل هذه الفتاة والتي علمتهم النظافة، والعفاف. صنعوا لها تمثال يدها فيه تحمل إبريق المياه، واليد الأخرى الفلاية المصرية للشعر، وبعد ذلك اعتبروها السويسريون قديسة، وهي لم تكن سوى طبيبة.